يا هلا ومساكم الله بالخير يا اخوان. اليوم جاي معاكم في تغطية خاصة لدى مؤسسة بروج الأبنية، طبعا شركة همبل الأصباغ الغنية عن التعريف. افتتاحهم اليوم وخصم 25% على كافة المنتجات. موقعهم على شارع أبو بكر الصديق مقابل قصر الحمراء مباشرة. الخصم موجود عندهم 25%، وحياكم الله. يا سلام، هذه بعد شوي راح تنقص إن شاء الله بمناسبة الافتتاح لأصباغ همبل، ومثل ما قلنا الخصم راح يكون إن شاء الله 25% لغاية نهاية آخر الشهر لدى مؤسسة طبعا البروج. مثل ما قلنا، مثل ما تشوفون هنا عندهم أشكال وأنواع من الأصباغ، طبعا بناخذها معاكم بالسنابات الجاية. ما شاء الله تبارك الرحمن. الحضور بمناسبة الافتتاح لدى مؤسسة بروج الأبنية للمقاولات همبل، خصم مثل ما قلنا 25% لغاية نهاية آخر الشهر على الأصباغ الداخلية والخارجية لدى همبل على شارع أبو بكر الصديق مقابل قصر الحمراء، وحياكم الله. يتم الآن الافتتاح وقص الشريط الافتتاح. ما شاء الله، صلى الله يبارك لهم إن شاء الله في هذا الافتتاح، وخصم مثل ما قلنا 25% على جميع المنتجات. يا هلا ومرحبا اخوي ايهم النمر، مدير مبيعات المنطقة الشرقية. حياك الله. ما شاء الله افتتاحكم اليوم، نسأل الله يبارك لكم ان شاء الله. وش مقدمين للزبائن بمناسبة هذا الافتتاح؟ اول شيء ببارك لكل الزبائن ولكل اهل المملكة العربية السعودية بهذا بيوم الوطني السعودي خلال شهر 9، ونحن بهذه المناسبة وبمناسبة كمان افتتاحنا لمعرضنا الثالث في مدينة الحفر الباطن بنقدم خصم 25% على جميع مواد همبل لنهاية شهر 9 إن شاء الله. ما شاء الله، يعني لنهاية آخر الشهر بإذن الله راح يكون إن شاء الله الخصم موجود. يشمل كل المنتجات الديكورية، ما شاء الله، الداخلية الخارجية، وبالنسبة لمنتجات الإيبوكسي، وبالنسبة لعوازل الأمطار. حلو، وكل عام وانتم بخير. بما أن جاينا الأمطار فعلا الموسم، فكثير ممكن يحتاجون العوازل والبوكسي بعد أتوقع موجود عندكم متوفر وعليه خصم بإذن الله 25% إن شاء الله. ما شاء الله. هذه فرصة طبعا للأخوان والأخوات اللي عندهم اللي محتاجين سواء أصباغ أو بوكسي عوازل، أو عوازل أو بوكسي، سواء داخلي أو خارجي، أو داخلي أو خارجي. فالخصم هذا راح يشمل جميع المنتجات اللي موجودة عندكم إن شاء الله. طبعا الفرع، أي فرع موجود؟ فرع مؤسسة بروج الأبنية. صحيح. الفرع كم هذا؟ الفرع الثالث إن شاء الله. عسى الله يبارك لكم إن شاء الله أخوي أيهم، ويبارك لكم إن شاء الله في هذا الافتتاح.